السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم فيديو جديد من مطبخ ام دونا، وهنعمل مع بعض النهاردة البوتفور التحفة ده. انما عملناه بطريقة عجب العجب. اضغطوا لايك كده وتابعوا معايا الفيديو، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف البوتفور الغريب بتاعنا ده عملناه ازاي، وايه اللي حصل معانا واحنا بنعمله، وسر اللون بتاعه الجميل ده، والكمية الكبيرة اللي احنا عملناها دي كلها بكوبايتين دقيق بس. وبصراحة طعمه تحفة جدا وخطير. وطبعا هنقول شوية أسرار كده وحاجات كويسة كده في الفيديو. يلا بينا اضغطوا لايك ونشوف المكونات مع بعض. دلوقتي انا معايا كوباية سمنة، هي طالعة من التلاجة من شوية، يعني بنضغط عليها كده صابعنا بنزل، ومش سايحة قوي في نفس الوقت، ومش جامدة قوي. تمام. طبعا السمنة بتاعتي دي بيضة، عشان دي سمنة بلدي جاموسي. تمام. وهنزل عليها بكوباية سكر بودر، والمكونات بتاعتي كلها بمعيارها بكوباية واحدة. يعني كوباية سمنة من التلاجة ومش ساقعة قوي، وكوباية سكر بودر. ودلوقتي بقى هنضربهم مع بعض كده بالمضرب الكهربائي. طبعا لازم كده نتوه السكر كده في السمنة طبعا عشان ما ينطرش وكده. ونبدأ نضربه كده بسرعة بطيئة في الأول، وبعد كده نعلي السرعة. نضربه كده على أعلى سرعة لحد ما القوام بتاعنا يبقى شبه الكريم شانتيه كده بالشكل ده. طبعا زي ما اتفقنا الخليط بتاعنا أبيض، عشان طبعا أنا مستعملة سمنة بلدي جاموسي طبعا بيضة. ودلوقتي معايا بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، ونزلت عليهم بظرف فانيليا. ودلوقتي هنزل ببيضة واضرب لما نتوه البيضة كده في الخليط. وننزل بالبيضة التانية برضو لما تختفي، نضربها كويس جدا كده هتختفي، ونرجع بقى نكمل مع بعض. تمام كده القوام بتاع الخليط بتاعنا جميل جدا وسمكه حلو جدا. دلوقتي هنزل بقى على الخليط بتاعي بمعلقة كبيرة لبن بودر. واللبن البودر طبعا عشان يدي لون حلو كده للبوتفور بتاعنا. ومعلقتين من الكاسترد او النشا اللي متوفر عندك، يا اما كاسترد يا اما نشا. معلقتين كبار ممسوحين من الكاسترد او النشا. ومعايا ربع معلقة بيكنج باودر، ربع معلقة بس، عشان طبعا ما يفرش مننا في الفرن. ودلوقتي هنخلط المكونات دي. بصراحة يا جماعة اللبن البودر في المعجنات عامة، في الكحك، في البسكوت، في البيتزا، في القرص، في أي حاجة بيدي لون جميل جدا للعجينة. فبصراحة يعني الخطوة دي مهمة جدا. دلوقتي أنا معايا كوبايتين دقيق من نفس معيار الكوباية اللي احنا عيرنا بها السمنة والسكر. كوبايتين دقيق، هنزل بشوية شوية كده. بس بصراحة الدقيق بتاعي يعني مش بيشرب السوائل، فاحنا هننزل بالكوبايتين الدقيق على الخليط بتاعنا وطلع كويس جدا. لو عملتوها مثلا واحتاجتم هنزود معلقتين بس من اللبن، عشان العجينة بتاعتنا تكون ناعمة كده. عشان دي طبعا العجينة دي المفروض يعني ان احنا كنا هنعملها في كيس الحلواني اللي هو اتقطع مننا ده طبعا. ونبدأ بقى العجينة بنقلبها بإيدينا بصوابعنا كده تقليب بسيط. البسكوتات عامة ما بتتعجنش عشان ما تنشفش وتعمل معانا عرق، فبتتعجن بس بطرف الإيد كده، بتتقلب بس إن احنا نتوه المكونات في بعضها وخلاص. دلوقتي بقى بعد معاناة أنا حاولت إن أنا أشتغل في كيس الحلواني اتقطع.
الكيس السيليكون ده برضو لقيته كبير ومش نافع. نيأس نستسلم، لا طبعا. انا كنت عايزه اعمل بسكوت او بوتيفور، فوالله شكلته كده بالشكل ده. طبعا العجينه بتاعتنا متكلفه وكده، فمش هنيأس بقى ومش هنرمي العجينه. عملتها كده بقى، الحتة ديتي كويسة جدا، وطلعت معايا البوتيفور بتاعي ناجح جدا، وما يتعرفش ان هو من غير كيس. وما خدتش معايا وقت، لان طبعا هما كوبايتين دي، فكمية مش كبيرة قوي. كده نحط في البلبلة كده، وهنضغط بصابعنا كده. ثواني اوريكم اهو. نحط حتة كده من العجينة في المشط بتاع البسكوت ده كده، ونزقها بصابعنا. طبعا طلع طبعا صغير عشان طبعا مش في الكيس، بس ما شاء الله العجينة ناجحة جدا وقوامها جميل. بس نصيب بقى، انا مرضتش والله ان انا الغي الفيديو، قلت برضو يعني اوريهولكوا، وبحيث ان مثلا لو حد جه برضو يعمل وحصل معاه نفس اللي حصل معايا، ان كيس الحلواني اتقطع او منفعش او كده، فما يستسلمش. فشغل بالصبع كده، والنتيجة جميلة جدا. قوام العجينة جميل، بتاعتنا جميلة جدا، وما فرشتش مننا في الفرن ولا بصمت ولا اي حاجة، وخدت لون جميل جدا. نخلص بقى الكمية كلها كده بنفس الطريقة، وطبعا مش بتاخد وقت والله ولا تعب ولا حاجة، ضغطة كده بسيطة في ساعتها وبتطلع معانا. هخلص باقي الكمية بنفس الطريقة كده، وهدخلها بقى الفرن، طبعا في نص الفرن على درجة حرارة 180، ومش بولع لها من فوق الا اذا احتاجت لون. يعني ما خدتش لون من فوق كده في الشواية، برجع اولع لها بقى من فوق. ونرجع بقى نشوف الكمية مع بعض، احنا قربنا نخلص عامة. وده شكل الكمية بتاعتنا بتاعت البيتوفور والبسكوت بعد ما طلعت من الفرن، ما شاء الله جميلة جدا، وحجمها حلو جدا، وما فرشتش مننا، واخدة لون جميل جدا، وكمية حلوة. قوام البسكوت هش جدا ودايبة، وبصراحة ريحة السمنة البلدي قلبة المكان بصراحة، ومخلية البيتوفور بتاعنا خطير جدا، ولونه جميل جدا. طبعا ده بسبب اللبن البودر. وما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة باسم مطبخ أم دونة، وأشوفكم في فيديو جديد. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.